ينفعش تشوف اللي جوه، بس خلاص فات الاوان. انا عمري ما كنت بحب احكي لحد حاجه، ولا شخص شكاي خالص، وطول عمري مشاكلي بحتفظ بيها لنفسي. بس اللي حصل لي لازم يتقال، يمكن حد يلحق نفسه. لنا ولكم لقاء بعد غياب طويل عن مصايب الملخص سابقا، بس رجعت لكم تاني بشوية مصايب، انما ايه، حاجة كده من اللي توقف القلب. وعشان العودة تبقى بأعلى جودة، قلت ما ينفعش ارجع لاخويا كده بايدي فاضية او بنفس المواضيع. عشان كده رجعت لكم تاني بكوابيس اكس، بالظبط زي ما سمعت، كوابيس اكس. فحضر بقى نفسك كده، وحضر مشروبك الجميل، ويلا بينا عشان نبدأ سهرتنا. استنى، انت هتضحك عليا ولا ايه؟ روح بسرعة فعل السبسكرايب الجميل وزرار الجرس. انا نفسي العيلة بتاعتنا توصل ل1000 سبسكرايبرز، توصل ل1000 اخ واخت، والدعم ده مش هيجي غير من اخواتي وبس. شكلي طولت عليك، عادي بقى يا عم، انا بحبك. استعدوا ويلا بينا نبدأ. انا اكس ودي كوابيس اكس. كل حاجة بدأت من عند شغلي، أو بمعنى أدق بعد ما انفصلت. أنا كنت شغال في شركة صغيرة في وسط البلد، موظف IT بيحل مشاكل الأجهزة. بس من شهرين حصلت لي خناقة مع المدير واترفدت. حياتي دخلت من ساعتها في دوامة، نومي اتلخبط، مصاريفي زادت، والقلق بقى صاحبي. بعد أسبوع جالي ظرف في البريد، بس لا كان عليه اسم ولا عنوان. لقيت جواه فلاشة سودا محفور عليها رموز غريبة، وورقة مكتوب فيها لو اتفرجت اوعى تسيبها تشوفك، ولو ما اتفرجتش هيجيلك في الحلم. الموضوع بالنسبة لي في الأول كنت حاسه مقلب من صحابي، خصوصا إني من أيام الكلية وأنا بحب أدور على حاجات غريبة في الإنترنت، بعمل هاكات، كنت داخل في جروبات على ريدت بتكلم على الميتافيرس والسحر الرقمي. بس لما قريت الجملة جسمي أشعر، مش من المعنى، من الخط. الخط كان محفور كأنه مش مكتوب، والورقة نفسها من غير أي حبر ظاهر. قلت يمكن أنا مرهق شوية أو تعبان، فسبت الورقة وروحت نمت. أول ليلة حلمت إني صاحي. الحلم ما كانش طبيعي خالص. شفت نفسي نايم على السرير، وباب الأوضة بيتفتح بشويش، وفي ضوء أحمر داخل زي الضوء اللي كان بيطلع من الفلاشة. ومن الباب دخلت ست لابسة طرحة سودا، ووشها ما كانش باين، ورجليها مش بتلمس الأرض. قربت من رجلي وقعدت، وبدأت تمسكني كأنها بتقرأ حاجة. كان في صوت همس كده مش مفهوم. صحيت مفزوع وأنا قلبي بيدق، والفلاشة مش موجودة. دورت عليها في كل حتة، قلبت المكان لحد ما لقيتها في جيب بنطلون مرمي تحت الدولاب من شهور. ساعتها بدأت أشك، بس فضولي كان أقوى من خوفي. ركبت الفلاشة. أول مرة ما اشتغلتش، تاني مرة ظهرت بأيقونة غريبة، وفي فولدر اسمه دونت واتش، يعني ما تتفرجش. جواه فيديو اسمه فاينل فيو، يعني المشهد الأخير. فتحت الفيديو لكنه فتح على كاميرا مراقبة. مصيبة يا صاحبي إن اللي كانت الكاميرا بتصوره ده أوضة شبه أوضتي بالظبط. لا، دي هي أوضتي. الكوباية اللي نسيتها، الكتب، كل حاجة. وبعدين ظهر شخص قاعد لبسه كان زي لبسي وجسمه زي جسمي، وفجأة بص للكاميرا. مرة واحدة اللابتوب اتجمد وهنج، وبدأ صوت الست يطلع وعمالة بتزعق وتقول هو شافك، هو بقى جواك، هو شافك، هو بقى جواك. الشاشة سكتت، وبعدين ظهرت جملة بالإنجليزي فيما معناها شاهد مرة أخرى، اجعله أقرب إليك. من اللحظة دي وشي كله اتغير، وجسمي اتجمد، عيني بقت واسعة وجسمي بيترعش. فيا حاجة مش أنا. المراية بتأخر الانعكاس ثانية، وكأن صورتي بتفكر قبل ما تتحرك. حاجات بدأت تختفي وتظهر في أماكن غريبة، محفظتي، مفاتيحي، تليفوني، حاجات ملهاش منطق. الصمت بقى مرعب. بسمع خطوات في الشقة، خطوات مش بتاعتي، زي مثلا كوباية وقعت في المطبخ وانا مش جوه. سجلت ريكورد بالموبايل، وسمعت في التسجيل صوت نفس، وبعدين همسة. وكل يوم الساعة 3:33 الفجر الساعة بتنور لوحدها. وجات لي رسالة من رقم أنا، مكتوب فيها هو جاي،
خبي الفلاشة. بعديها جارتنا خبطت عليا وقالت لي انها شافت ست بطرحة سودا داخلة شقتي. قالت لي ضحكتها زي ضحكة طفلة بتقلد ست كبيرة. ساعتها عرفت ان المصيبة بقت حقيقة. دخلت على طول على منتدى قديم اسمه شادو تراك وكتبت عن الفلاشة. جه رد من حد اسمه ميرور دايمون وكان مكتوب فيها لو وصلت لك يبقى مش هتخرج بس ممكن تقلل تأثيره. قال ادور على فولدر اسمه روت مخفي. فعلا كتبت اسمه بايدي وفتح وكان جواه ملف HTML مكتوب فيه هو مش جاي من بره، هو طالع منك انت. كل لما تشوفه بينمو ولما يطول ضلك هيسكنك. لفيت ورايا مفيش حاجة بس ضلي كان اطول مني. قررت اهرب. رحت لمصطفى صاحبي ولكن وانا في الطريق شفت حد في المراية قاعد ورايا ومرة واحدة اختفى. مصطفى اول لما شافني قال لي انت شكلك مريب، نام لك شوية وريح جسمك. سمعت كلامه ونمت او حاولت وصحيت على صوت صريخ ومصطفى سمعني بتكلم بصوت غريب وبضحك بس الضحكة مش بتاعتي. حلمت اني واقف فوق سريره وبقول له ما بقاش في مكان ليك، ما بقاش في مكان ليك. من ساعتها قطع علاقته بيا. رجعت الشقة وركبت الفلاشة من تاني ولقيت فيها فولدر اسمه شيلتر جواه فايل كان اسمه كود كده غريب معرفتش اقراه. فتحت الفايل ظهرت لي صفحة سودا مكتوب فيها لو عايز توقفه لازم تفتح اخر باب وخريطة بتدل على مقابر الامام الشافعي. قبل الفجر وصلت للمقابر واول ما دخلت لقيت الباب بيفتح لوحده. لقيت جوه تلفزيون شغال والمصيبة اني كنت شايف نفسي فيه قاعد على الارض وبعيط. سمعت صوت بيهمس وبيقول ليه رجعتني؟ ده خلاص سكني. من يومها وانا مش انا. كل المرايات متغطية وكل مرة اقرب منها بحس اني هشوف. والفلاشة كل لما ارميها ترجع. وكل يوم الساعة 3:33 بسمع همسات بتقول شوفني، شوفني تاني، شوفني تاني. بس المرة الجاية لو شفت مش هرجع. انت شفت دلوقتي وانت حر، بس لو جاتلك فلاشة ما تفتحهاش وإياك تبص في المراية بعدها. طيب لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك، ولو ما عجبتكش عادي جدا ممكن تعمل ديسلايك. وهبقى مبسوط جدا لو كتبت لي رأيك أو ملحوظاتك في كومنت لأن الحاجات دي بتفرق معايا قوي وبعمل بيها. وقول لي برضو لو عندك أفكار نتكلم فيها أو مصايب حصلت لك أنت شخصيا وحابب إننا نحكيها. فمش هطول عليك أكتر من كده لأني رغاي جدا. وفي النهاية حابب أشكر أي شخص بيدعمني باشتراك ولايك وكومنت لأن دي الناس اللي بسببها احنا مكملين. ونتقابل في المصيبة الجاية. أنا إكس ودي كوابيس إكس.